وماسك كل وزارات الكويت كذي يسوون فيك بالملعب وافتتاح استاد جابر. حفيد اسد الجزيره خلص منه، واضح انه الشخصيه غير موفقه من الاساس. ابي الثور اللي وراه، الثور الاثول شنو وضعه؟ طبعا السؤال اللي يطرح نفسه يا اخوان، شنو موقف الديوان الاميري بالذات والحكومه الموقره من حفيد اسد الجزيره؟ قضبوا عيالكم، قضبوا عيالكم يا اسره الحكم. وابي تدخل رئيس مجلس الاسره يعرف نفسه. يعني هذا بافتتاح استاد صار لنا 10 سنين ننطره، وتصوير وقناه الدوله. بعرف بالقصور شو يصير؟ القصور كلها صوب وفي قصر واحد صوب، وهو مو قصر بس راعيه يسميه قصر، ويقع في الشويخ، وراعيه يحب الكاكاو. يعني اعتقد القصر هذا اللي ما هو قصر بنشوف فيه كل انواع الشذوذ والانحلال الاخلاقي. ما اقدر اتخيل انا الوضع. يا الاسره الحاكمه، يا اسره الصباح، ضبوا عيالكم، ضبوا عيالكم على قولة شيخكم نبيل الفضل الكردي. خلاصة الحديث أسرة الصباح الخبول خشوهم ببيوتهم، لا تطلعونهم من العامة، ستروا عليهم، طلعوا الناس اللي فيها خير. بس ترى بكل بساطة هذا الموضوع. بخصوص المدير هذا ما من عيالنا، واعتقد للسن احكام. واضح يعني من لمسته للوزير كان مستمتع وقاعد يضحك. فقير. مدير مكتب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر تلمس الوزير بهالطريقة. أنا أعتقد عقب المهزلة يعني والفيديو وسرعة انتشاره على الواتساب، أحمد فهد الفهد قدم استقالتك، قدم استقالتك، فشلتنا فشلت أميرنا. نما إلى علمي أن الوزير المفوه صرح عقب النقرة، قال هذا من عادات الكويتيين وتصير بالعرس. استغفر الله يا ربي. يعني محمد عبد الله المبارك على الجويهل على نبيل الفضل لعنت خير تاريخ الكويتيين. الله يقطعكم، استغفر الله. عليكم على أمنية تاريخ هذا، واجدادنا ماتوا لهالوطن. يطلع لي زي الزفت الفضل يقول لي الكويتيين يشكرون، وهذا يقول لي تنقر، يعني والمثل يقول كل اناء بما فيه ينضح. تعممها على الكويتيين، لا وبالتاريخ. تاريخك انت يا الزفر، انت واشكال.